ده يبرأ، هل ممكن بقى يُعفى الجاني من جريمة غسل الأموال؟ جريمة غسل الأموال زي كتير جدا من جرائم الأموال العامة، وأجاز المشرع في هذه الجريمة الإعفاء من العقاب، لكن وضع له شرطا جوهريا. إمم، هذا الشرط أن يكون البلاغ أو أن يبلغ أحد الشركاء عن هذه الجريمة قبل أن تعلم السلطات عنها شيء، إمم، وقبل أن يكون هناك أو قبل أن تعلم سلطات التحقيق أو السلطات المعنية بهذه الجريمة، إمم، فيكون هذا المبلغ هو ساهم في اكتشاف هذه الجريمة وساهم في رد هذه الأموال أو ضبطها أو التحفظ عليها، فيكون له أحقية في الإعفاء من العقاب. لكن إذا جاء هذا البلاغ أو جاء هذا الإبلاغ بعد علم السلطات أو بعد بداية التحقيق، إمم، هل يشترط، لأن هو في فرق بين البلاغ اللي قبل المعرفة والبلاغ اللي بعد المعرفة. إمم، البلاغ اللي بعد المعرفة البلاغ اللي قبل المعرفة لا يشترط فيه أن يكون منتجا لأثره، يعني مش لازم الناس دي يتقبض عليها ومش لازم الفلوس دي ترجع، بل إمم، مجرد البلاغ يجعلني لربما أستفيد من هذا النص المعفي من العقاب. لكن صحيح، إذا علمت السلطات واتخذت سلطة التحقيق إجراءاتها وما شابه، فإن هذا الأمر في شأن الإعفاء لكي يستفيد المبلغ من هذا النص أو من هذه الميزة، فلا بد أن يكون إعفاء أو لا بد أن يكون إبلاغه جاء منتجا لأثره في الدعوة. إمم، منتجا لأثره يعني إيه؟ يمكننا من ضبط جناة آخرين، اكتشاف جريمة لم تكن اكتشفت بعد، ضبط الأموال المتحصلة من الجرائم وفي شأن غسلها وما إلى ذلك. إمم، لكن أيما كان الأمر، فإذا كان الجاني وحيدا، يعني المتهم بغسل الأموال هو فاعل واحد، ففي هذا الأمر يكون اعترافا وليس إبلاغ أو بلاغ من أحد الشركاء، والقانون لم ينص صراحة على هذا، بل لم ينص على الاعتراف في شأن الإعفاء من العقاب. يعني أنا لو عندي متهم واحد بس في جريمة غسل الأموال، ما ينفعش أقول أنا أروح أعترف وهاخد إعفاء من العقاب، يعني إمم، مش مقبول، لأنه هو الفاعل الأساسي في هذه الدعوة. صحيح.